كملين معكم بأكبر برنامج طبي بمصر والشرق الأوسط دكتور هيلث. فقرتنا اليوم تحكي عن الحمل اللي هي حتكون يمكن أحلى مرحلة بحياة أي امرأة، بس من ابتداء الحمل وبتبلش الأسئلة والخوف. قعدي، ما تشتغليش، ما تلبسي كعب عالي، ما تاكلي بقدونس، ما تاكلي ملوخية يا دكتور ولاء. ايوه صح فعلا اسئله كتير جدا ومليانه قلق من الام، زي ايه التغيرات الطبيعيه وامتى لازم اقلق وايه الاخطاء اللي ممكن تاثر على صحه الام والجنين. تفاصيل كتير هتعرفها عن الحمل النهارده مع دكتور شريف دهب، استاذ امراض النساء والتوليد جامعه القاهره. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكم. يعني انا اتشرفت بالحضور معاكم. حضرتك منورنا ومشرفنا. وانا هنا النهارده عشان ارد على كل الاسئله اللي بتحير، وعلى ايه اللي بيقلق الست، وايه الحاجات الطبيعيه اللي المفروض الست تبقى عارفاها عشان الحمل يعدي فيري سموث من غير اي قلق. طب نبتدي كده، اول ما الست بتعرف ان هي حامل قول لنا كده المفروض ان هي تتابع امتى؟ يعني انا عرفت النهارده ان انا حامل، لا انا خلاص مش هحمل كفايه، بس يعني لو الست عرفت ان هي حامل النهارده تبتدي امتى فعلا تتابع وتروح لدكتور النساء؟ طبعا يستحسن ان هي اول ما تعرف ان هي حامل تروح للدكتور النساء عشان يقول لها الاول ايه الحاجات اللي هتحصل فتبقى متقبلاها، يبتدي يعمل سونار ويشوف في اي حاجه اصلا مشكله قبل ما الحمل يبتدي ولا لا. فاول ما تعرف تروح وتطلب يعني عشان يطلب التحليل اللازمه فنبقى مطمنين كلنا. طب دكتور شريف، المتابعه المنتظمه اللي هي بشكل دوري كل شهر او كل شهرين نروح لعند دكتور النساء، قد ايه مهمه وقد ايه لازم تكون جديه؟ يعني لازم المراه الحامل تروح بشكل دوري. المتابعه مهمه جدا، واحنا بنقول ان احنا بنبقى عايزين نشوف الست الحامل في اول الحمله لو ما فيش مشاكل في الحمل كل 3 ل 4 اسابيع لغايه ما توصل للسابع، وبعد كده كل اسبوعين لغايه ما توصل للتاسع، بعد كده كل اسبوع لغايه ما توصل في التاسع. هي المرحله الحساسه اللي بتكون اول 3 شهور لازم تيجي كل اسبوعين او كل اسبوع؟ يعني بنشوفها كل 3 4 اسابيع، لكن الحساسه دايما بتبقى في الاخر لان ممكن مشاكل تحصل. اوكي. طب الاكل والقهوه واصبغ شعري ولا ما اصبغوش؟ حضرتك بتقول ايه بقى؟ يعني المشاكل دي بتجيلنا احنا كدكاتره اطفال في الرضاعه، انا عايزه اعرف بقى، والام قبل ما البيبي يجي بتقول لحضرتك اكيد اصبغ شعري ولا لا، اخد كافيين ولا لا، اكل ايه وما اكلش ايه؟ حضرتك بتقول لهم ايه؟ دايما بقول للست الحامل ايه الحاجات اللي هتقابلها، وهي لو عارفه ايه المشاكل اللي ممكن تقابلها في الحمل هتبقى متقبلاها جدا ونفسيا مرتاحه، مش مجرد ان هي لما تسال انا اقول لها عادي. يعني دايما بقول لها اول ما تعرف انها حامل اكيد الرحم بيتقل بيشد على الاربطه، فالست الحامل بتحس بوجع في ظهرها، بتحس بتقل، بتحس اكن البيريد هتيجي، كل ده بيقلقها، بتحس بافرازات اكتر، بتحس بوجع في الثدي. فلما تعرف ان كل الكلام ده طبيعي هي بتحس ان اوكي. بنقول لها دايما ان هي لازم تاكل وجبه صغيره كل ساعتين، لان هرمون الحمل بيزود الحامض بتاع المعده، فلو طولت الاكل او الوجبات من الوجبات الحامض بيزيد وبتحس انها ترجع اكتر فبتتضايق اكتر وبتخش في فيش السيركل. بنقول لها ان هي لازم تشرب من 3 ل 4 لتر سوائل في اليوم، من 12 ل 16 كوبايه تشربهم بق في بق. لو شربت ميه مره واحده هتقول ميه قلبت لي بطني، ما شربتهاش هيجي لها املاح في الكلى والحالب والمراره وهتتعب اكتر واكتر. بالنسبه للكافيين المكتوب ان احنا الست الحامل ليها 200 مللي جرام كافيين في اليوم. لو عرفنا ان كوبايه القهوه فيها 100 مللي جرام، كوبايه الشاي الاحمر فيه 40 مللي جرام، كوبايه شاي الاخضر 40 مللي جرام، يبقى هي هتعرف تحسب الحسبه بتاعتها بحيث ان هي ما تزودش الكافيين بتاعها. حلوه الحسبه دي. دكتور شريف دهب، نورتنا ونورت دكتور هيلث اليوم بمعلوماتك. معلومات جميله جدا. ده انا اللي اتنورت بيكم ونشوفكم دايما على خير. الله يخليك. تسلموا. ولسه مكملين فقراتنا في برنامج دكتور هيلث، انتظرونا.